تستعرض مدينة مراكش وعاءها المضياف لاحتضان كلاسيكو المغاربي، واضعة بهاءها الأحمر رهن إشارة العرس الكروي الضخم. ناسها اعتبروا اختيار عاصمة النخيل للموضوع تكريما لهم، وهم يردون التحية بالتحايا. حنا كنهضروا على الجمهور الجزائري، راه حنا اشقاء ومرحبا بكم في مدينه مراكش، مدينه السلام والامن والاطمئنان، وحنا راه مع الاسود الاطلس ان شاء الله حتى الانتصار. وفيف لو ماروك فيف لو ماروك الحمد لله. مشجعو المنتخب الجزائري حلوا بأعلامهم ورموزهم. الجمهور الضيف راقه ما وجده من ترحاب وروح رياضية. جيت نشجع المنتخب الجزائري. فوالا هذا هي اخويا كيف اخويا، احنا اخويا نشجعوا اخويا، حاجه ضروريه هذه نشجعوا المنتخب الجزائري، ولكن كان تربح المغرب اخويا، احنا غير بلد عربي يكون في كاس افريقيا وصافي اخويا، هذا هو واش نطلبوه خلاص. المركب الجديد الذي سيشهد اللقاء المغاربي الكبير يعتبره المراكشيون مفخرة لهم، وسعته قابلة أن تحتضن أكثر من 45 ألف متفرج، والتاريخ سيظل حافظا لوقائع المباراة في مذكرة ملعب مراكش. سيدفع على القمة المغاربية قيمة جديدة جدا، على أساس أنه ملعب جديد يتسع ل 45 ألف متفرج، سيكون ممتلئا عن آخره لتشجيع المنتخب المغربي وللضغط على اللاعبين لتقديم أحسن ما عندهم، وأكيد ستكون ليلة رائعة في مدينة مراكش. صدر عاصمة النخيل يتسع فرحا للمباراة الهامة. مراكش على عهد الاستقبالات الكبرى، على عهد الانحياز إلى الحياة الرياضية الراقية. الأخضر نوالي، الجزيرة الرياضية، مراكش. إلى السعودية.